شو أخباركم تيتي؟ إن شاء الله مرتاحين. يا روح التيتي انتو شو أخباركم قولولي. اليوم عمر وعبد الرحمن أبطال حكايتنا اليوم. بدي أحكي لكم بالحكاية ليش سته لعمر كانت زعلانة منه، وعمته هبة كمان، وأخوه اللي أكبر منه بشوي كمان بيزعل منه اسمه عبد الرحمن. كيف كان مع تيتي ومع عمته هبة. ويلا نبلش الحكاية. غمضوا عيونكم وجهزوا حالكم. كان ياما كان بقديم الزمان، كان في عيلة صغيرة، أم وأب وولدين حلوين وشاطرين ومؤدبين. صار بهاي العيلة هيك ظرف صغير، يعني صارت عندهم شغلة خلى ماما تبعد شوي عن عمر الولد الصغير وعن عبد الرحمن الولد الأكبر شوي، وسكنوا عند تيتي. عمر وعبد الرحمن سكنوا عند ستهم هن وأبوها، ولأن أبوهم عنده شغل وبيغيب كل النهار بيضلوا الولدين الحلوين عند تيتي. تيتي هي يلي حاملة مسؤولية الولدين الحلوين عمر وعبد الرحمن. هي حاملة مسؤوليتهم بكل شي لحالها، لأن عمتهم هبة عم تدرس، ما عندها وقت تساعد بشي أبدا، دائما عم تدرس. بتفيق التيتي من الصباح بكير، بتحممها وبتدرسها. بس عمر وعبد الرحمن الله يهديهم بيضلوا يتناقروا، وتيتي بتزعل منهم وبتصير تحاول تراضي فيهم وتصالح. عبد الرحمن كان يسمع الكلام، وعمر كمان كان يحاول يسمع الكلام، بس دائما صوته عالي، ما بيعرف يشكي ويحكي لتيتي بصوت واطي. دائما بتنبه عليه: وطي صوتك يا عمر، لك يا عمورة وطي صوتك. بيوطي صوته كم دقيقة وبيرجع صوته عالي، بينسى. كانوا يتخانقوا على الألعاب وعلى النوم قدام تيتي وعلى الأكل وعلى الشرب، على كل شي بيصير مشاكل بيناتهم. عبد الرحمن بيسمع الكلمة لما تيتي تنبه عليه. عمر بيسمع الكلام بس دغري بينسى التنبيه. وبيوم من الأيام كانوا عم يلعبوا، أخذ عمر اللعبة من إيد عبد الرحمن وصار يقول: هاي أنا أخذتها بالأول. وعبد الرحمن كمان صار يقول: لا لا لا، أنا أخذتها بالأول. وصوت عمر عالي عالي كتير. اتدخلت تيتي وحلت المشكلة، وقالت لعمر: إذا تاني مرة حكيت بصوت عالي اليوم ما إلك أكلة طيبة. سكت عمر ورجع قال لها: خلص حاضر تيتي حاضر. وقعدوا يتفرجوا على التلفزيون. رجع عمر بيقولوا بصوت عالي: أنا ما بدي هاي. كل واحد بده يتفرج على شغلة. عمر يقول ما بدي هاي، وعبد الرحمن يقول بدي هاي. وهيك كمان صارت مشكلة جديدة بيناتهم. ومثل العادة صوت عمر عالي كتير، عم يحكي مع أخو عبد الرحمن وصوته كتير عالي. إجت تيتي على الغرفة
حلت المشكلة بيناتهم. طفت التلفزيون قعدت وهي ساكتة، حطت ايدها على راسها، وعمر وعبد الرحمن خجلانين من اللي صار. قرب عمر لعند تيتي وسألها شبك تيتي؟ قالت له والله يا ستي راسي كتير عم يجاني وتعبانة كتير، مو قادرانة اتحرك. سكتوا الاثنين، وهون حس عمر انه ممكن يكون هو السبب، انه تيتي زعلت وتعبت. قرب عمر لعند تيتي وباسها وحكالها انا اسف، خلص وعد ما عاد عيدها، ما عاد عيدها ابدا. وعبد الرحمن كمان قرب وباسها وقال لها وانا كمان خلص تومي ما عاد عيدها. قالت لهم وعد؟ ردوا عليها الاثنين بسرعة ايه وعد. ضمتهم وقالت لهم انتوا اغلى شي عندي بالدنيا كلها، حبوا بعض الله يرضى عليكم، وساعدوا بعض رح تكبروا وتصيروا رجال أقوياء إذا سمعتوا الكلام، لأن الصوت العالي والمشاكل بتبعدكن عن بعض لك ستي، وبتبعدكن عن الحياة الحلوة اللي لازم تعيشوها بالهدوء لك ستي والاتفاق. كل شي رح يكون حلو، ورح تكون حياتكن حلوة وتعيشوا مرتاحين، والناس رح تعبكن كتير لأنكن مؤدبين. المؤدب لك ستي ما بيحكي بصوت عالي ولا بيختلف مع أخوه على أي شي، دائما بيتفقوا الأخوات على كل شي، وهيك بيكونوا مبسوطين ومرتاحين. سكتوا الاثنين وباسوا بعضهم، وستن كتير انبسطت فيهم. توتة خلصت الحتوتة. هيك يا حبايب التيتة انتو تعلمنا انه المشاكل ما بتخلي الحياة حلوة، والصوت العالي بيتعبنا وبيتعب الناس اللي حوالينا كمان. لازم نحب بعض وما نختلف. اي مشكلة بتصير بيناتنا بنلاقي لها حل بهدوء، نعمل كل شي بدنا اياه لما بنتفق. حتى لو كانت الماما بعيدة وبابا مشغول، لازم ما نعذب التيتة، نسمع كلامها، لأنه كلامها لصالحنا نحنا، مو لصالح تيتة ولا لصالح بابا وماما حتى كمان. عجبتكن حكايتي لك ستي؟ إذا عجبتكن حكايتي اعملوا لي لايك واشتركوا بقناتي، أكيد عجبتكم. وهلأ ناموا وانتم مرتاحين، وفكروا انكم بحياتكم ما رح تكونوا مختلفين انتوا واخواتكم. تصبحوا على خير يا حبايب التيتة، انتوا تصبحوا على خير، بأمان الله.